السيد كيبعث لي هذه الرسالة وقريتها مخي اتقرقش، لأني أنا بصراحة كنت ننتظر أنه يكون فيه اتهامات من قبيل قال ثراء الفاحش، اختلاس أموال عمومية، نهب أموال العام، التعدي على ملك الغير، يعني أمور من هذا النوع، يعني اختلاسات كذا مقبولة، عدالة تحكم. لكن قريت اتهامات أقل ما يقال عنها أنها اتهامات باطلة، اتهامات تافهة، اتهامات غبية، اتهامات غبية مهما كان اللي اصدر هذه الاتهامات، سواء وزير العدل أو النائب العام أو وكيل الجمهورية، ماهوش نبي. هذه اتهامات باطلة، ظلم. مش معناتها كي قال هذا وكيل الجمهورية ولا النائب العام ولا وزير العدل خلاص ماهوش قرآن منزل. هذه اتهامات باطلة واتهامات كيدية وظلم وتعسف في استعمال السلطة، لأنه من الغباء، من الحقارة، من الرخص، من الطحين أنك تجي النائب في البرلمان وتقول له ما تدافعش على سكان الجنوب، هو من سكان الجنوب. ما هي تهمة هذا النائب؟ تهمته أنه أهان مسؤول سامي في الدولة، قال له خدم خدمتك ولا خرج قود. قال وزير الطاقة قال له راك دير في الفوضى، راك تجيبوا في العمالة من الخارج وما تخدموش ولاة الجنوب. هذه اتهامات من المفروض هذا يشكر. أنا أتكلم بناء على ما هو أمامي، يعني قلت لكم هذا يا سيناتور ما نعرفوش من قبل، اتصل بي اليوم في التليفون هضر معايا كذبته، ولحد الآن وأنا نهضر معاكم راهي شحال راهي الساعة، راهي 9 و15 دقيقة، لحد الآن راهي 9 و15 دقيقة مانيش مصدق ما قاله هو السيناتور. راني نتكلم بتحفظ لأنه ممكن جدا عنده قضايا أخرى، فساد واختلاس وكذا 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 وكذا، الله أعلم. لكن بناء على ما هو أمامي، بناء على ما هو أمامي اتهامات باطلة، اتهامات تافهة. واش نكتبها؟ إيه ذكرنا يعني اتهامات باطلة، اتهامات باطلة، جنحت إهانة هيمنة. لأنه أنا السناتور هذا سألته قلت له واسمه هذا سي جدي هذا، أنت هذا الكلام هذا سبيت برا، قال لي ودي داخل البرلمان، أنا هضرت قال لي مساءلة داخل البرلمان. واش تحوسوا؟ تحوسوا على نواب طحاحنا اللي يصفقوا الرئيس ويصفقوا الوزير ويصفقوا يرفدوا يديهم ويرفدوا كرعيهم، هذا واش تحوسوا يا مرخص؟ تحوسوا على نواب طحاحنا، تحوسوا على نواب مخصيين ماهمش رجال. لقيتوا واحد من الصحراء راجل يدافع على سكان الجنوب، يدافع على ولاد بلاده اللي انتخبوه، هذا مش معين بالثلث الرئاسي يا طحاحنا يا مرخص يا كلاب، هذا ماهوش معينه تبون باش يبلع فمه، هذا من تخبيره سكان تاع ورقله تاع تقرد، من تخبيره سكان الصحراء قالوا له هضر باسمنا، رانا محقورين، راهم يقتلونا في الجمال في الطريق، قول لهم يسديروا لنا طريق مليحه، رانا من الجمال يموتونا بالعطش، قول لهم يعطونا المال للزوال تاعنا، راهم يخدموا في ولاد الشمال جايبينهم من الشمال وحنا ولادنا في الصحراء بلا خدمه، قول لهم يخدموا لنا ولادنا، رانا ميتين رانا تبردينا، دافع علينا. السيد راح لقبة البرلمان ويدافع ويهدر ويقول له وزير الطاقه يقول له تحرك، ينقص في وزير هذا وكذا وكذا، ويتكلم ولو يتكلم بقسوه ضد الوزراء خدمته، عرض للانظار، سجل فيديو حطوا للناس قال واش راني هدرت، لانه الشعب يحاسب ويقول واش درت، يقول لهم انا هدرت. حاول مقطع الفيديو انا اللي هدرته في البرلمان، هاني شرت لكم في صفحه الفيسبوك، راني ندافع على سكان الجنوب. لانه انا لو كان جيت نائب من نواب مجلس الامه الجنوب، انا نقول لكم يا اما تسقموا رب رواحكم يا اما نقسموا رب البلاد. انا اطالب سكان الجنوب يطلبوا بتقسيم البلاد. هاي راح نقول لكم انا اكثر من صصاب، راح نقول لكم انا دوك اكثر من صصاب، صنصا قال لكم عسكر تابع للمروك، انا كنقسم لكم رب الصحراء، ندي الصحراء نديرها دوله وحده، هاي اروح حلفاكم يا طحاحنا درك، هذوك اللي يدافع على حقه ترجعوهم وخربوا الجنحه، انتم قاعدين في كلوب دي بان، ولادكم يا طحاحنا يا مرخص كاسبين قصور وفلل على البحر، وكاسبين في انطاليا في اسطنبول وفي نيس وفي برشلونه وفي كل اماكن العالم، وولاد الصحراء وبنات الصحراء ميتين بالشر، لا خدمه لا 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 طريق مسقمه، لا لا لا, لا بيسين، لا خبز، لا كل شيء غالي، والتلسيتي طالع على السماء والغاز طالع على السماء، وعايشين في الهم والميزيريه. يخرج نائب من قلب سكان الجنوب باش يدافع على حقوقهم، تتهموه بانه يحرض. يا عباد ربي هذه خدمته نائب في مجلس الامه، سيناتور يدافع على سكان الجنوب. لانه انا لحد الان قاعد نقول لكم مانيش مصدق هذه التهمه التافهه الباطله. انا كنت نتخيل ان التهمه هي ثراء الفاحش، كسب المال الحرام، نهب اموال عموميه، اختلاس، هذه ممكن نحاسبوه.
عوض انك تدافع على سكان الصحراء راح تنهب في الاموال كما يديروا قاضيين صوالحهم اللي مادين نص الصحراء. نص الصحراء مادينها اراضي في المنيعه مادين بالهكتارات، ومخدمين نسابهم ومخدمين اولادهم ومخدمين بناتهم ودايرين 17 شركه. هذو ما نهضرش معاهم لانهم يساهموا في ثراء الفاحش، في نهب اموال الشعب. هذو نحميهم وندافعوا عليهم. لكن مواطن سيناتور يدافع على الشعب المغلوب، الشعب المضطهد، الشعب المحقور في تقرت وفي ورقله، يديروا له تهمه المساس بالنظام العام واهانه هيئه نظاميه وكذا، والمساس مش عارف انا بالامن واستقرار البلاد. يا ربي يتم لكم امن واستقرار البلاد، يا طحاحنا يا مرخص انتم لكم تنهبوا في البلاد وتديروا في الفتنه والشعب الى نار. اقسم بالله العظيم ان ياكلكم كي الجراد. اذا راكم دايرين في بالكم باللي الشعب راهو صابر عليكم خايف، راكم غالطين. خافوا ربي في الناس. لانه هذا السيناتور اللي اتصل بيا قال لي كلمه، قال لي يا بن زدير اتصلت بك انت لانك ماكش من الخونه وماكش من العملاء وماكش من الجماعه اللي حابين يستغلوني وحابين نطلب اللجوء ونبدا نسب في بلادي. لانه هذا النائب السيناتور لحد الان راهو حراك، ما طلبش اللجوء، ماهوش لاجئ سياسي، والمرار كيحوسوا عليه وكان يديروه هاك ويدوه للمروك كيما سعيداني ويعطوا له امكانيات ويقولوا سب بلادك. لكن هذا لانه وليد الصحراء، ولأنه بالفعل خايف على مصلحة بلاده، ولأنه مظلوم ومحقور اتصل بيا. وأنا راني ننقل في معاناته وراني ننقل في مأساته وننقل في هذا التظلم نتاعو للشعب الجزائري وللمسؤولين اللي ما على بالهمش. لأنني سألته قلت له صارحني، قلت له يا جديع قول لي الحقيقة وشنو المشكل الأساسي؟ قال لي المشكل الأساسي أني ترشحت لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة وفزت. قال لي اتصلوا بي القياده، قال لي الامين العام والرئيس ونائب الرئيس وكذا، قالوا لي انسحب لصالح واحد اخر. قال لي قلت له ما ننسحبش، قال لي ركبت راسي، قال لي هذا هو المشكل، انسحب ما ننسحب، انسحب ما ننسحب. قال لي داروا لي التهمه هذه. والغريب في الامر، وهذه رساله الى قائد الدرك الوطني، قال لي استدعوني الدرك الوطني في تقرت وحقوا معايا وانا اتمتع بالحصانه. قال لي مازال عندي حصانه. قال لي كي استدعوني الدرك قالوا لي روح نحقوا معاك، عندنا تهمه ضدك المساس وكذا وكذا وكذا. قال لي قلت لهم انا راني سيناتور عندي حصانه. قال له اخويا احنا عندنا التعليمات، احنا نسمعوك، جاتنا تعليمات من فوق، احنا نسمعوك وانت روح اشكي. قول لهم سمعوني يا ودي عندي حصانه قانون. قالوا على بالنا الحصانه مع عمر بوزر. سمعوه وهو يتمتع بالحصانه، سمعوه وهو يتمتع بالحصانه. ومن بعد نحاولوا الحصانه لانه هو لم يتنازل، نحاوها له بالسيف، داروا لجنه ونحاوها له وفوتوا للشرع. تخيلوا هدايا المتهم بهذه الاتهامات الخطيره شحال حكموا له؟ القاضي شحال حكم له؟ في رايكم شحال؟ 3 سنين غيابي. 3 سنين غيابي، معناتها تهم تافهه. لو كان قال حكموا له بالادله 20 سنه ممكن. 3 سنين معناتها واحد كي يكون سرق حبه بيض وحكم غيابي يحكموا 3 سنين. اي حكم غيابي ما يقلش من عامين 3 سنين، يعني اقل حكم غيابي 2 سنين. كي تكون ما درت والو بريء عندك 2 أو 3 سنوات لانك غيابي. اللي غاب ساهموا معاه. هو السيد غايب عايش في اسبانيا لانه مسكين صوفري على حسب واش حكى لي، هرب للنيجر لانهم كانوا يحبوا يدخلوه الحبس، هرب للنيجر، ومن النيجر هرب لدبي، ومن دبي هرب لفرنسا، ومن فرنسا هرب لاسبانيا، ودوكا راهو مسكين هارب حراك في اسبانيا سيناتور ممثل للشعب. اذا انا اتوجه بهذه الرساله للقائمين على تسيير شؤون البلاد. السيد هذا راه مش حاب الفتنه للبلاد، وحتى المتحدث مانيش حاب الفتنه للبلاد، مش حابين نخربوا البلاد، مش حابين نديروا فتنه وننوضوا سكان الصحراء ونهيجوهم عليكم. حطونا قسم الريدو ولعبوا اللعب الخفيف، لعبوا اللعب الخفيف. السيد راه مظلوم لحد الان، راني نقول لكم انا حسب ما لدي من معلومات وما لدي من ملف، مظلوم. السيد راه مظلوم ومحقور، ومن المفروض تفتحوا تحقيق وتعاقبوا الناس اللي ظلموه واللي خلوه 16 شهر وهو بعيد على اهله وولاده وبعيد على خاوته وبعيد على عشيرته وبعيد على الشعب اللي انتخبه، بعيد على الشعب اللي انتخبه واللي عطاله صوته باش يكون ممثل في مجلس الامه. خافوا ربي في الناس، خافوا ربي في نفوسكم. هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه، تحاسبوا يوم القيامه. نتمنى حل المشكل نتاع هذا السيناتور في اطار قانوني. ورسالتي الى وزير العدل حافظ الاختام سي بوجمعه، قولوا سي بوجمعه انت ماكش مسؤول على هذه الجريمه اللي صارت لانه صارت قبلك. اذا نتمنى اعاده النظر في القضيه هذه. اذا كان هذا بالفعل راهو ظالم وراهو خارج القانون،
اكشفوا الحقيقة وخلونا احنا نسبوه ونقولوا انت خائن وعميل وراك ضد البلاد. إذا كان ما يقوله صحيح وتهمته الوحيدة أنه يدافع على سكان الجنوب وترشح وفاز في منصب نائب رئيس مجلس الأمة، ثم طلب منه الانسحاب ورفض، ثم فتحوا له هذه القضية الكيدية، التهمة الكيدية الملفقة، نتمنى تصحيح الخطأ، نتمنى تصحيح الخطأ، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ربي يصلح حال البلاد، ومانيش حاب نزيد نتكلم أكثر لأنه الملف ثقيل، سأعود للموضوع في الوقت المناسب بإذن الله. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائي معكم في موعد قادم، ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.